عملتها كيف دي وجبت الفرس من وسط بيوتهم؟ ده قصة وعرة جوه يا شيخ البلد، بس احكيها لك. سبح، يلا السبح. كام السبحة ده يا شيخ؟ السبحة ببلاش للناس الحلوة يا ولد. ابو بلاش غالي علينا جوا يا عم الشيخ. مفيش حاجة ملهاش تمن، حتى لو ما اتدفعش دلوقت هيتدفع بعدين وفي أقرب وقت. كلامك كله الغاز كبير علينا يا عم الشيخ. ريح نفسك، البلد كلها هتشيل معاك، والسبحة دي هدية مني ليك لأن وقت الدفع لسه ما جاش. سبح، يلا السبح. برضه مش قارب. يا ترى الرحالة لما يخططوا ليها دلوقتي؟ يا دي ابو زيد، الفرس كانت مربوطة هنا دلوقتي راحت فين؟ يا نهار اسود، اسهل عملية سرقة عملتها في حياتي، والله لا خلي فضيحتكم تلف البلاد. قوم نشوفها راحت فين، على الله ما يكونش اللي في دماغي. لقيت حاجة؟ ملقش. يبا هو اللي في دماغي. عارف ابو زيد مين اللي يجرى وينزل عزبة السلطان ويعلم على عمدتها؟ قول مين وخلصنا. هارون الرحال. هارون الرحال. اسمع، الفرصة لازم تكون هنا قبل ما الشمس تطلع، وزي ما علم علينا لازم نعلم عليها. طب يلا بينا قبل ما البلد تشم خبر. ابو زيد، فيوت مالك؟ مستنانا يوم ولا يومين احسن يكون عاملين لنا كابين ووقعونا في الفخ. ولا يوم ولا ساعة ولا دقيقة واحدة، هنستنى لما ينزلوا فرصة عمدتنا في السوق، فضحتنا تبقى على كل لسان في البلاد. مش ورايا. هو المكان ده اللي مستخبي فيه هارون المنعوت. طب اسمع، هشبك لك عد افتح لي الباب. خش بالراحة عشان يحس بوجودي. ابو هشيمة، ابو هشيمة، ابو هشيمة تعيش انت. قتلته هارون الكلب. كده بقى عند فرس او بغليان، تعيش وتاخدوا غيرها.